مثل ما وعدتكم بالفيديو السابق، بعد ما عملت مونة مكدوس الباذنجان، اليوم بنزل لكم طريقة مكدوس الفاصولية. عندي كيلو من الفاصولية الخضراء، والفاصولية للمكدوس بنقيها بالحبة، لازم نقيها طرية. هلأ بنسل الفاصولية، بشيل الخيوط اللي على جنب. طبعا إذا كانت طرية ما حيطلع معكم خيوط كتير، والتقطيع حسب رغبتكم. أنا بحب أقطعها شوي ناعمة. شوفوا كيف بشيل هذا الخيط إذا كان موجود. ومكدوس الفاصوليا كتير شغله سهل وسريع، ما بده كتير وقت. بعكس مكدوس الباذنجان بده شوية شغل. وهي الفاصوليا هلأ موسمها، بتجي هيك طرية. بتمنى تجربوها، كتير أكلة سهلة وطيبة، أكلة قديمة كتير بس كتير طيبة. وبعد ما خلصت تقطيع الفاصوليا، شوفوا لازم تكون عندي القطع بنفس الحجم. هلأ بغسل هون، وبحط مي على النار حتى تغلي تماما. لازم تغلي المي منيح، بعدين نضيف الفاصولية. وطبعا حطيت أنا ربع ملعقة من الملح، وإذا بتحبوا ضيفوا لها رشة من السكر حتى نحافظ على لونها أخضر. وبتركها تغلي على النار مدة 5 دقايق. أنا ما بدي إياها تستوي 5 دقايق، بس بفور عليها وبس. وبعد ما صار لها 5 دقايق عم تغلي، حشيلها وصفيها من المي السخنة، وحطها بالمي الباردة حتى يبقى لونها أخضر. وضروري كتير إني شيلها من المي السخنة، ما بصير تبقى بهاي المي، بتغير لونها وبتصفر. وهون نزلتها بالمي الباردة حتى توقف عملية الاستواء، وبنفس الوقت بحافظ على لونها أخضر. وهلأ بعد ما بردت بصفيها من المي، وبكبسها لمدة يوم كامل. حفرجيكم الطريقة شلون بكبسها. أنا هون ما ضفت لها ملح، ضفت لها ربع معلقة وأنا عم أسلقها. وبعدين بظبط ملحها وقت بضيف الجوز عليها. هلأ بحط صحن وححط لها تتقيلة، وبحطها بالبراد يوم كامل حتى تصفى كل المي منها. طبعا الفاصوليا مو مثل الباذنجان، ما بتغب مي كتير. وكل ساعتين 3 بشق عليهم. إذا لقيت في مي بالصحن بتخلص من المي، وبرجع الصحن وبرجعهم على البراد. وهلأ بنتقل لتحضير الفليفلة. عندي كيلين من الفليفلة الحمرا المونسة، وفيكم تضيفوا الفليفلة الحمرا السميكة الرومي. إذا بتحبوا الفليفلة حارة ضيفوا 4 5 حبات من الفلفل الحار، كمان بيعطوها نكهة. أنا الفليفلة هي عندي بتجي شوي حارة، فما حضيف لها فلفل حار. هلأ بنضفها هيك من البزر، وبعدين بطحنها. طبعا لكيلو الفاصوليا أنا حطيت كيليين من الفليفلة، وفيكم تزيدوا الكمية أو تنقصوها حسب رغبتكم. وهلأ بطحنها على الشفرة الوسط، وبصفيها مدة يوم كامل. لازم صفيها منيح من المي قبل ما أضيفها على الفاصوليا. وبعد ما تركتها على المصفاية بالبراد يوم كامل، شوفوا تخلصت من كل المي الموجودة فيها، صارت ناشفة تماما. وطبعا مثل ما قلت لكم، مكدوس الفاصوليا ومكدوس الباذنجان ما بحط له دبس فليفلة، لازم الفليفلة تكون فريش. هلا بحضر الجوز فيكم تفرموه بالسكين، ولازم يكون شوي خشن. انا بستخدم محضرة الطعام ضربتين بيكونوا جاهزين. شايفين هيك لازم يكونوا خشنين. وبنتقل معكم لاخر مرحلة. يلا بسم الله. وبالنسبة لكمية الجوز اللي ضفتها 1/4 كيلو، وملعقة او نصف ملعقة من الثوم المهروس، وحضيف الفليفلة المطحونة. هلا كمية الملح اللي حضيفها، اول شي حضيف ملعقة كبيرة من الملح وبدوقها. طبعا طريقتها كتير سهلة، مو مثل الباذنجان بجوز يغدركم بالملح تبعه، لا هذه بدوقها وما عاد بدها شي. يعني بخلي الملح شوي ظاهر حتى بس ضيف الفاصوليا والزيت بتطلع تمام. وحنزل الفاصوليا وقلبهم منيح. الله يبارك، شايفين الفاصوليا هيك لازم تكون حبتها، ما كتير تفرطوها بالسلق. هلا بقلبهم وبدوق ملحهم، اذا بدهم كمان حضيف لهم شوية ملح. بدهم لسه شوية ملح، حضيف لهم ربع معلقة. طبعا الملح اللي ضفته هون الملح الصخري، ملح المونة. لازم تضيفوا الملح الخالي من اليود.
وهيك هلأ صاروا جاهزين. شوفوا بالنسبة لنسبة الجوز مع الفاصوليا هيك طلع تمام. وهالأكلة حلاوتها إنه فيكم تلعبوا بالمقادير، إذا مو متوفرة كل كمية الجوز ضيفوا كمية الفاصوليا الزيادة أو الفليفلة حسب المتوفر عندكم. وهلأ بعبيهم بالمطربان، حضيف شوي من زيت الزيتون. طبعا أنا عندي هون الفاصوليا ناشفة تماما والفليفلة ناشفة، لهيك ضفت الزيت ما راح اقلبهم. اما اذا حسيتوا فيهم مي انتو بعد ما تعبوهم بالقطرميز حبيتوا تقلبوهم ما تضيفوا الزيت، اقلبوهم ليلة كاملة لتتأكدوا انه ما فيهم مي. واذا لقيتوا فيهم مي كتير قبل ما تعبوهم بالقطرميز حطوهم بالمصفاية وحطوا التتقيلة عليهم يوم كامل حتى تنزل كل المي الموجودة فيهم. وبالنسبة للزيت فيكم تضيفوا زيت الزيتون، هو أصوله بزيت الزيتون، وفيكم تضيفوا زيت النباتي أو تخلطوا بين زيت الزيتون والزيت النباتي حسب المتوفر عندكم. بسم الله. هلأ ضفت الزيت، لازم يكون الزيت غامرا تماما حتى ما يعفن الوش وتنتزع الطعمة. وبالنسبة للمكدوس ما بيتاكل فورا، لازم سكر القطرميز أسبوع كامل بعدين بيكون جاهز للأكل. وهي من الوصفات اللي بنساويها مونة لطول السنة، مكدوس الفاصوليا ومكدوس الباذنجان. وانطروني بفيديو لمكدوس الفليفلة، وبتتقدم على الفطور أو على العشاء وبتتاكل بالخبز. وصحتين وعافية. بتمنى أكون قدمت لكم الوصفة بطريقة سهلة وبسيطة. لا تنسوا شاركوا الفيديو واشتركوا بالقناة، فعلوا زر الجرس وحطوا لايك لو عجبتكم الوصفة.